أعزائي متابعي قناة تعلم نفسك مع أحمد رفاعي في مصر وفي كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنكمل فيها باقي اتصالات حرف الف مع الحروف الأخرى. وهنشوف النهاردة أول حرف هناخده متصل مع الف هو حرف العين. نشوف هنكتبه إزاي. نكتبه كده بالطريقة دي. طب نشوف حرف تاني متصل مع الف. ناخد حرف الطه. كمان حرف. نشوف حرف الواو مع الف. طب احنا كده شفنا طريقة كتابة الحروف دي ازاي. نشوف المقاسات بتاعتها عاملة ازاي. اللي احنا متفقين عليه من البداية ان حرف الف بينه وبين الحرف اللي متصل بيه يبقى فيه مسافة نقطة. طب هنثبت ده الاول وبعدين نكمل كلام. طيب هنا العين لما تتصل مع الف هيبقى المسافة هنا كالآتي. واخدين بالنا؟ الفي بالرقبة بتاعتها واخدة نقطتين، والنقطة دي اللي هي الاتصال بتاعها مع العين لغاية ما بيلمس السطر يديني المسافة دي. طب وهنا زي ما احنا متفقين سابقا نفس الطول بتاع حرف الألف. العمق ده نقطة وهنا ده نقطة. سهلة المسألة جدا. طيب حرف الطاء، قلنا الطاء والصاد الحروف اللي هي المعلقة دي، الفي لما تتصل بيها لازم تكون واخدة المساحة بتاعتها، او بالبلدي كده تبقى واخدة البراح بتاعها عشان تعرف تتصل بالحرف التاني. فهنلاحظ الآتي. في تجويف هنا. شفتوا جاي عامل ازاي؟ زي ما اكون بكتب حرف ف لوحده بس بتجويف اكتر شوية، عشان من اخر الطبق بتاع الف بطلع بالشرطة بتاعت الطه. تمام. المسافة بين الف والطه هنا نقطة، دي كده نقطتين ودي نقطتين. طيب نشوف اتصال حرف الف مع الواو. نفس الحكاية بالظبط، بين الف والواو نقطة واحدة. طيب المسافة دي بقى الطول ده احنا متفقين ان هو نقطتين. تمام. طيب نشوفها كمان مرة كده مع بعض واحدة واحدة، بحيث ان احنا ايه
نمشي ايدينا عليها، نشوف لما نتمرن عليها ونكتبها هتبقى عاملة ازاي. ادي الف مع العين. طيب ادي الف مع الطه، وادي الف مع الواو. فاكرين ان الجزء ده بيترسم طبعا. هنمرن ايدنا عليها شوية، مرة واتنين وتلاتة، هتلاقي ايدك مشيت فيها وتمام التمام، ويعني شوية تمرين هنبقى زي الفل. وهنشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة الجاية مع تكملة باقي اتصالات حرف الف. إلى أن ألقاكم، لكم مني أرق التحية.